أسطورة من قلب القاهرة القديمة. هكلمكم النهاردة عن الحرافيش. يا ترى مين هم الحرافيش وكانوا ايه بالظبط؟ الحرافيش دول كانوا فئة من المجتمع المصري القديم، كانوا غالبا في القاهرة، وكانوا معروفين بالشجاعة والكرامة رغم فقرهم. طيب يا ترى بقى كانوا بيعيشوا فين؟ الحرافيش كانوا بيعيشوا في الأحياء الشعبية وبيعانوا من ظروف صعبة، بس كانوا دايما متكاتفين مع بعض وبيساعدوا بعض في السراء والضراء. وطبعا مش عايزة أنسى إن الكاتب الكبير نجيب محفوظ خلد رواية الحرافيش في روايته الشهيرة ملحمة الحرافيش. الرواية دي اتعملت أفلام ومسلسلات كتير قوي واتحبت جدا من الناس. الحرافيش ما كانوش بس ناس فقراء، لا دول كانوا رمز للكرامة والصمود في وش الظلم، وكانوا دايما بيدافعوا عن الحق رغم كل الظروف. ولو هنتكلم عن المعنى الحرفي لكلمة الحرافيش أو الحرفشة اللي مفردها حرفوش وحرنفش، فهنلاقي إن معناها إن هم طبقة متدنية من الناس كانوا بيعيشوا في القاهرة في عصر المماليك. ومش بس نجيب محفوظ اللي اتكلم عنهم، لا ده اتكلم عنهم الجبرتي والمقريزي وابن إياس. أعتقد الحرافيش مادة خام مش هنخلص كلام عنها أبدا، كانت في مجتمعنا المصري، وأعتقد لسه في منها لغاية دلوقتي مع اختلاف المسمى، ولسه ولاد البلد عندهم أصل وشهامة وكرامة وشجاعة رغم كل الظروف. عرفتوا بقى مين هم الحرافيش؟